خلي حياتكم زي اللوحة، الجزء الظاهر فيها للناس رسمته ما تسرش وألوانه تبقى باهتة، والجزء التاني منها خاص بيكم. الجزء التاني منها خاص بيكم، ارسموا فيه كل اللي تحبوه واللي يعنيكم، وبكل ألوان الفرح والجمال لونوها. لكن إياكم للحاقدين تظهروها، دول نظراتهم ليكم هتبقى سم أشد من سم التعابين. دوروا في حياتكم كويس قبل إظهار الجميل، وشوفوا مين يحب ليكم الخير بجد، ومين يتمنى للخير من ايديكم يزول. ده ياما الحاقدين خسرونا ناس كانوا لقلوبنا قريبين، وموتوا أجساد وصحة ضاعت بنظرة عين، وفرقوا ياما أحباب كانوا البعض بجد عاشقين. وحكايتي أنا وهي أكبر دليل، ومن الحكايات المشابهة كتير. حكايتنا كانت جميلة، كان يملاها الحب بجد، كنا بنسهر دايما مع بعض، كنا بنتأمل في السماء ونقول حبنا لازم يعيش ويكون أجمل شيء على الأرض. خلينا الحب ما بينا رفيق كالورد، ألوانه جميلة وروايحه مالية الأرض. كانت حياتنا أشبه بحياة الأطفال، كانت البراءة ملياها، كنا بنزعل ونتخانق ونتصالح في نفس الوقت. بقى صعب علينا نتخيل حياتنا من غير بعض، واحنا كتير كنا بنحب بعض. وحكايتنا حكوها كل اللي يعرفونا، وياما قالوا علينا حاجات حلوة وجميلة، وكتير شهدوا ان زي حبنا ما شافوا ولا اتنين باتفاقنا عاشوا، ولا عمرهم شافوا حكاية حب تشبه حكايتنا، ولا ألف رواية توصف جمال الحب في قصتنا، ولا ألف رواية توصف جمال الحب في قصتنا. كنا مبسوطين ان حكايتنا عرفوها كل الناس، وبيحكوا باننا اجمل اتنين حبوا بعض. وسرقتنا فرحتنا بقصتنا اللي بقت سيرة كل لسان، وكانوا يشوفونا مع بعض يقولوا يا سلام عليهم، يا سلام، دول أجمل اتنين عشاق. ما خدناش بالنا إننا بنفقد في قصتنا أهم الأشياء. ما الحب والعلاقات الجميلة تدوم مدام جمالها متداري، الحب والعلاقات الجميلة تدوم مدام جمالها متداري. وأنا إزاي ما جاش في بالي نصيحة أمي اللي كانت دايما تقولها لي، داري يا ابني على شمعتك نورها ليك يزيد، وجمالها يحلى أكتر في عينيك. ووعاك تآمن لكل اللي رسم عليك دور الحبيب، يبانوا قدام عينيك ملايكة، وقال يعني يحبوا الخير ليك، وهم الحقد مليهم يتمنوا زوال الخير اللي في ايديك. وهم الحقد مليهم ويتمنوا زوال الخير اللي في ايديك. وادي اخرة فرحتنا بان كل الناس تعرف حكايتنا. حياتنا هي اتبدلت، والحب بينا بقى جافي، لا هو متقدم ولا جرح قلوبنا شافي. والفراق بقى رفيقنا بعد ما كان عنا الحزن خافي.
وعلاقتنا اللي كانت من غير اختلافات بقت كلها عناد. والفراق بقى على الأبواب. وحكايتنا خلاص بقت في النهايات. معقول قدرنا ننسى اللي بينا عشان شوية اختلافات؟ مش احنا اللي كنا شايفين ان حبنا هيكون قدوة لباقي الحكايات، وانه طريق يمشي عليه من بعدينا كل العشاق، وان حبنا مش هيتكرر، وان محدش هيقدر في يوم لعشقنا يوصل. معقول قدرنا ننسى اللي بينا؟ ولا صحيح الحقد هو اللي أثر فيه؟ والذنب ذنبنا احنا اللي ما قدرناش نحافظ على حبنا ونداريه من عيونهم. احنا اللي سيبنا نفسنا للحاقدين انهم يضيعوا حبنا. فبلاش تكونوا زينا.